السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زنداد عبد العزيز، نتمنى لكم التوفيق والمسيرة موفقة للجميع إن شاء الله. المهم احنا كنديروا الأحواض ديال الأزولة إن شاء الله. بدينا بهذا الحوض هذا، هذا الآخر، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. المهم الثامن هنا، غادي نزيدو واحد هنا باقي، ونزيدو واحد لهيه، وغادي إن شاء الله في هذه المساحة هذه. اللهم يسر ولا تعسر، ولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا رب تسخر الجميع يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. المهم هذه الأصولة ديالنا هي هذا الحوض، هو الحمد لله هو في تزايد. هنا فين غادي نهزو دابا هاد الزريعة باش نديروها في الحوض الآخر. كيعمر الحوض وكنهزو من الحوض وكنعطيو للحوض الآخر الزريعة باش ينمو عاوتاني، وكناخدو فيها العلف للدجاج الدواجن ديالنا والماشية والأرانب القنين وجميع الحيوانات العاشبة، بروتين وألياف غذائية وصحي، وكيعطي التسمين للدجاج وكذلك المعيز والماشية والغنم، وكيزيد في البيض للدجاجة. الدجاجة اللي كتبيض كتزيد لها في البيض يعني وكتسمن. هذه هي الأزولة ديالنا. اللهم سخر، اللهم يسر ولا تعسر إن شاء الله. المهم هذه هي الطريقة. والناس اللي كيسول على الزريعة ديالها هي فين كتفورتيها، هي الأجنة ديالها أو الجنين الصغار. الزريعة هي هذه دابا ملي كتكبر كتلقى هي دابا كبرات، وهي هنا يلاه كتنضج يلا تولد. دابا هذه هي الزريعة الصغار. هي فاش كتبان لكم ولا لا؟ المهم كناخدو فيها الزريعة كنديروها في الحوض الآخر باش يتزاد، وكنعطيوها للدواجن والماشية والمعيز كعلف، ومنها كناخدو عاوتاني الزريعة. الناس اللي بغاوها كنبيعوها للناس اللي بغاو يزرعوها حتى هما في المزارع ديالهم وفي الأحواض ديالهم باش يديروها علف للدجاج والمعيز. ان شاء الله نتسنى في يعمر هذا الشريج هذا باش نقيوه. ملي كديروا الشريج بحال هكا كتحفروا واحد 20 سنتيم لتحت الغرق، كديروا المكه، كتعمروا التراب، كديروا التراب كتعمروه بالماء، كتجيبوا واحد الشبكه بحال هكا. ملي كتعمروا الماء مزيان كتجيبوا الشبكه كتحيدوا بها هاد الشوائب هادو اللي كتطلع فوق الماء كامل. هادوك دابا كتحيدهم. ملي كتحيد هاد الشوائب هادو كديرهم هكا كتبعو مزيان حتى كيوقف الماء، حتى يوقف الماء من الشريج. ملي كيعمر كتحيد فيه هاد الشوائب هادو. كيسولوني الدراري دابا كيقولوا شنو هو الشوائب ولا شنو. هادو هما الشوائب، هادشي ديال الشجر وديال الزيت وديال الزيتون وديال الورق ديال الشجر ديال التراب الخشب العواد الحشرات. اي حاجه كاينه في التراب راه كيهز الماء. ومن بعد ملي كتحيدوا هاد الشوائب هادو كتنقي الحوض ديالك، كتحيد هاد الشوائب، كتسج داكشي على برا اتساع، كتجيب الازوله ديالك بحال هكا. الازوله ديالك كدهز الازوله اللي شريتي كتحطها في الحوض. وانا دابا ما غاديش نحطها، انا حطيت نقى الحوض مزيان حتى تحطها في الحوض ديالك وصافي. هذه هي العمليه. ومن بعد كدير ليها المحلول ديال الامازير او الغبار ديال البهايم، الفضلات ديال البهايم. كاين اللي كيقول لي الغبار، كاين اللي كيقول لي امازير، كل واحد كيسميه. كتجيبو كتكبو فيه. غنوريكم الطريقه. كنديرو انا محلول في واحد البرميل وكنعمرو وكنخويه فيه. ملي كنحط الازوله ديالي كنسقيه بها
هذا هو أمازيغ اللي حطو في هاد التصل هذا، هاد البرميل، وكنبغي ملي كنبغيه كندير ليه هكا، هذا هو كنعمر به السلو كنسقي به سميتو كنجبدو في الحوض. هادي هي الزريعة شتيها هاهي. كتحركوها من بعد حتى مرة مرة بدات تحركوها بحال هكا، كتكون هي سخونة من الفوق والما بارد تبرد حتى هي من الفوق. وهذا براه مزيان، ها هو فيه الغبار فيه أمازيغ، اللون ديال ما كيداير. المهم نعمر السل ديالنا غادي نديوه نخويه في الشارج ليه، دابا غنخويوه خويا باش تخلط كتجبد، وخويه في الوسط وخويه هنا، ونخويه باش يتخلط مع الماء. هذيك الساعات ملي غادي يعمر الشارج غادي تزيدو له واحد شويه باقي، إلا حطيتي الأزولة زيد ليه واحد شويه باقي. المهم هذه هي الطريقة ديال زراعة الأزولة في الأحواض. الناس اللي كيسولو كما قلت لكم راه كديروا واحد الحوض على السمك أو العمق ديال 20 سنتيم، كتغلفوها بالميكا، الأنواع الميكا اللي عندكم، المهم غير ما تكونش مثقوبة أو مستعملة كتسيل الماء. من بعد كديروا التراب، السمك ديال 3 سنتيم ديال التراب، وكتعمروه بالماء كيعمر الشريج واحد السمك حتى هو ديال 5 6 سنتيم ديال الماء. كديروا العصارة ديال الأمازيغ بحال هادي اللي خديت من هاد الصل هذا، ومن بعد كتنقيو من الشوائب، كتحيدو داك الحشلاف اللي كيكون فوق الماء اللي كيهز الماء بحال ديال الشجر بحال هادشي كلشي اللي كيكون فيه بحال هادشي ها، كتنقيه مزيان حيت هادشي ما كيخليلكش الأزولة باش تنبت وتزاد، هادشي اللي يحبسها، دايما هادشي خصك تنقي. ومن بعد ملي كتنقيه بشي شبكة عاد تدير الأزولة ديالك. المهم نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، واللي بغى الأزولة يزرعها فمرحبا يتصل بيا على الرقم 06 03 97 59 68 06 03 97 59 68 الإرسال إلى جميع المدن. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.